واظبطها بالشكل ده، واضيف قرن فلفل حامي مش مفتوح، هسيبه زي ما هو علشان الولاد عندي مش بيحبوا السبايسي. وادخلها فرن سخن تكمل تسوية وتاخد من طعم وريحة الفرن. وده شكل الطاجن. الله على الجمال، ما شاء الله اللهم بارك. وهوريكم قد ايه اللحمة دايبة، والبامية شكلها زي ما هي بس في نفس الوقت مستوية. تقدموها بقى مع الرز بالشعرية او العيش زي ما تحبوا. بصراحة انا بحب اكلها مع العيش. وطبعا عصرة الليمون. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة. لو جربتوها قولولي رأيكم في الكومنتات. وما تنسوش فضلا وليس امرا تدعموني بلايك وشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.